الناس دايما لما بتسمع الاسم ده بتسأل نفسها سؤالين: هو يعني ايه؟ واشمعنى الوحدات السكنية او التجارية اللي قريبة للمكان ده سعرها بيكون اغلى من اي وحدات تانية؟ حبينا ما نكملش على طول سلسلة باقي الاماكن السكنية اللي في العاصمة ونفصل بالفيديو ده. في الفيديو ده هنحكي حكاية النهر الاخضر وتفاصيل لأول مرة تعرفوها عن كل قطاع من قطاعات النهر الاخضر. وقبل ما نبدأ في الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب. اول حاجة هتكلم عنها هو موقع النهر الاخضر. النهر الأخضر في العاصمة الإدارية محصور بين أهم محورين، وهو محور بن زايد الشمالي ومحور بن زايد الجنوبي. مساحة النهر الأخضر حوالي 1000 فدان، وعرضه حوالي 35 كيلومتر، والعمق 300 متر. العمق ده اللي هي المسافة بين بن زايد الشمالي وبن زايد الجنوبي. طب هو النهر الأخضر في المرحلة الأولى بس؟ حاليا هو بادئ من أول الدائري الأوسطي لحد نهاية المرحلة الأولى. مش بس كده، هو كمان مكمل معانا في المرحلة التانية والمرحلة التالتة من العاصمة الإدارية. طب النهر الأخضر اتعمل كله مرة واحدة ولا متقسم ازاي؟ أو ايه الهدف منه أصلا؟ الهدف من النهر الأخضر ده إنه يكون المنطقة الترفيهية لكل فرد في العاصمة الإدارية، بمعنى إن كل فرد من تعداد السكان اللي متوقع إنهم يدخلوا العاصمة الإدارية هيكون له حوالي 15 متر في قلب النهر الأخضر. احنا سميناه النهر الاخضر زي ما عندنا نهر النيل بس مش اكتر، لكن هو مش نهر عبارة عن ميه، هو عبارة عن حاجات كتير جدا هنشرحها دلوقتي بالتفصيل، واكيد في برضو بحيرات صناعية في قلب النهر الاخضر. النهر الاخضر اتقسم ل7 قطاعات. القطاع الواحد في النهر الاخضر بنرمز ليه بالرمز سي بي، سواء بقى 1 او 2 او 3 لحد ما نوصل ل7. النهر الأخضر اتقسم لأكتر من مرحلة. المرحلة الأولى عندنا هي 3 قطاعات بس، بتبدأ من أول الدائري الأوسطي وبتنتهي لحد الدائري الإقليمي، يعني هي في الجزء الأولاني من العاصمة الإدارية. دي المرحلة الأولى اللي بدأوا إنشاءات بيها. طيب القطاعات دي او ال3 قطاعات دول متكونين من ايه؟ ده اللي هنبتدي نتكلم عنه دلوقتي. اول حاجه عايزه اوضحها ان في كل قطاع من القطاعات ال3 دول احنا ثابت معانا مسجد، لان بين كل حي سكني وحي سكني بيكون في مسجد، وبيكون الفيو بتاعه على النهر الاخضر. يعني عندنا في القطاع الاولاني مسجد الشهداء رقم 1، التاني مسجد الشهداء رقم 2، التالت مسجد الشهداء رقم 3. طيب بالنسبه بقى لتفاصيل القطاع الاولاني، اول حاجه ما ينفعش ننساها هي مسجد الفتاح العليم، وده يا جماعه في قلب النهر الاخضر. مش بس مسجد الفتاح العليم، عندنا زي ما قلنا مسجد الشهداء رقم 1، عندنا مركز اللياقة البدنية، عندنا كمان الحديقة التذكارية، عندنا ساحة النصب التذكاري. مش بس كده، عندنا كمان في القطاع الأولاني حديقة الحيوانات المفتوحة، وكمان منتجع صحي، غير إن فيه بحيرات، غير إن فيه نادي ومطعم رئيسي. كل ده في القطاع الأولاني. اما بالنسبه للقطاع الثاني فطبعا برضو في مسجد الشهداء رقم 2، وفي حديقه الواحه وحديقه الزراعه الخضريه، وكمان حديقه الاعمال الفنيه والحديقه التراثيه ومنطقه للالعاب الترفيهيه، وكمان النافوره الراقصه والمسرح المكشوف. اما بالنسبه للقطاع الثالث والاخير في المرحله الاولى من النهر الاخضر فبرضو فيها مسجد الشهداء رقم 3، فيها ملاعب رياضيه كبيره جدا، فيها معرض خارجي للمنحوتات، فيها كمان النافوره الكبيره، وفيها حديقه الطفل ومكتبه مفتوحه وحدائق للقراءه وساحه مركزيه ونادي ترفيهي. كل التفاصيل والاماكن الترفيهيه اللي اتكلمنا عنها دي هي بس في المرحله الاولى من النهر الاخضر، لسه في 4 قطاعات تانيين احنا ما اتكلمناش عنهم. ده رد على الناس اللي بتقول ان العاصمة الإدارية عبارة بس عن شوية مباني سكنية جنب بعض ومفيش فيها اي حياة ومفيش فيها اي مساحات خضراء ولا اي ترفيه. النهر الأخضر مش بس ترفيه للناس اللي موجودة في العاصمة الإدارية، من المتوقع كمان انه فيما بعد يبقى مزار سياحي لأي حد جاي لنا من بره. مش بس كده، النهر الأخضر كمان على حدوده اللي هي بن زايد الشمالي وبن زايد الجنوبي هيكون عندنا كمان حوالي 45 برج وناطحة سحاب ضمن 250 ناطحة سحاب من المقرر ان هم يتنفذوا في المنطقتين دول. وكمان مش بس كده، كمية الحدائق اللي احنا اتكلمنا عنها اللي موجودة في النهر الأخضر أو في القطاع الأول والتاني والتالت دي هيتم ريها باستخدام مياه الصرف المعالجة. من المتوقع كمان ان النهر الاخضر فيما بعد او بعد ما يتم انشاؤه بشكل كامل يقدر انه يستوعب سنويا حوالي 2 مليون زائر. متهيألي ان التفاصيل البسيطة اللي احنا اتكلمنا عنها دي بتقول ليه دايما ان الوحدات التجارية او الادارية او الطبية اللي بتكون فيو مباشر على النهر الاخضر او الوحدات السكنية اللي فيو مباشر على النهر الاخضر بتكون غالية اكتر من الاماكن التانية، وده بيوضح قد ايه هي مميزة ومختلفة عن اي مكان تاني. في الفيديوهات اللي جاية هنتكلم عن باقي الأحياء السكنية وهنوضح أماكن فروع النهر الأخضر داخل الأحياء السكنية دي موجودة فين. فيديو النهاردة خلص. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب،
ولو في اي تعليق عند حضراتكم يا ريت تسيبوه لنا تحت في الكومنتات.